بصي، نصيحة هقولها لك وانا عارف ان اتهرست كتير واتقالت كتير جدا، بس برضو محدش بيعمل بيها. بلاش تعرفي حد من ورا اهلك. بلاش واحد يجي يقولك كلمتين حلوين فتتعرفي عليه. بلاش واحد يجي يقولك استني عليا سنة سنتين لغاية لما ادبر نفسي، لغاية لما اظبط حالي، لغاية لما اشتغل، لغاية لما اتخرج واتقدم لك. بلاش ترتبطي بواحد يجي يقولك اصل انا ممكن ما نطلعش مناسبين لبعض فنتعرف على بعض شوية كده ولما نرتاح لبعض ابقى اتقدم لك. كل الكلام ده بيخليكي في الاخر تقدمي تنازلات انت ممكن تكوني ما كنتيش عايزة تقدميها، لكن لما بتدخلي في العلاقة وبتتعلقي بتلاقي نفسك بتقدمي تنازلات كتير جدا انت اصلا مش عايزة. هي عكس مبادئك وعكس تربيتك وعكس تدينك وعكس كل حاجة في الدنيا، بس برضو بتقدميها عشان الطرف التاني. واول تنازل بتتنازلي عنه انك تتنازلي عن حق من حقوقك ان الشخص ده ما يجيش يتقدم لك في بيتك قدام اهلك. ده حق من حقوقك انت بتتنازلي عليه. الفكره ملهاش علاقه بفلوس، الفلوس مهمه وكل حاجه في العلاقه عموما، بس الفكره ملهاش علاقه بفلوس قد ما الفكره ليها علاقه ان العلاقه اللي ما فيهاش مسؤوليه بيبقى طعمها حلو. العلاقه اللي ما فيهاش التزام بيبقى ما عليهاش ضغوطات زي العلاقه اللي فيها التزام. فشخصيه الشخص انه راجل، او انك تعرفي انه راجل، انك تعرفي ان الشخص ده ملتزم، انك تعرفي ان الشخص ده قد المسؤوليه، عمرك ما هتعرفيها بانك تخرجي معاه خروجتين من ورا اهلك، ولا انك تكلميه في التليفون من ورا اهلك. مش هتعرفي ان الراجل ده ملتزم غير لما يجي يدخل البيت من بابه، غير لما يكون في اتفاقات، غير لما يكون في كلام رجاله، غير لما يكون عارف يشيل مسؤوليه نفسه وعارف يشيل مسؤوليتك وعارف يشيل مسؤوليه العلاقه كمان. ففكره انك ترخصي نفسك، وانا اسف في الكلمه بس ده فعلا اللي بيحصل، انك بترخصي نفسك وتدخلي في علاقه مع واحد عشان قال لك كلمتين انا ما اعرفش انت صدقتيه ليه اساسا وما اعرفش انت صدقتيه ازاي، دي كارثه في حد ذاتها. فكره انك تدخلي في علاقه مع واحد هو اصلا مش عارف يشيل مسؤوليه نفسه، دي كارثه في حد ذاتها. فكره انك تقدمي تنازلات في علاقه مع واحد هو اصلا مش ملتزم معاكي، دي كارثه في حد ذاتها. فكره استني لغايه لما اتخرج، ولا استني لغايه لما اكون نفسي، ولا استني لغايه لما نتعرف على بعض، كل ده كلام كليشيهات كده كلنا او معظم الناس بتقوله عشان بس ترضي وتدخلي العلاقه. بس بعد ما بتدخلي وبتتعلقي بتشوفي كلام تاني خالص. ويمكن ناس كتير جدا يعني طلع عينها في علاقات شبه دي، اتخزوقت كتير جدا واتذلت كتير جدا عشان بس قدمت التنازل ده. فواحده من الحاجات المهمه جدا لازم تعمليها، والله تعالى خش البيت من بابه، قدم، اقعد مع اهلي وبعدين نبقى نقعد مع بعض. لان اصلا الخطوبه اتعملت عشان نتعرف على بعض، الخطوبه اتعملت عشان نعرف شخصيه بعض، لكن احنا بنتعرف على بعض قبل الخطوبه. طب في الخطوبه هنعمل ايه؟ هنتجوز؟ هنعيش حياه المتجوزين؟ مش منطقي. فبلاش تعرفي حد من ورا اهلك بالله عليك.